أثارت النهاية الغامضة للحلقة 77 من مسلسل السلطان محمد العديد من التساؤلات حول مصير السيد علي بن إفرينوس. هل قضى عليه فلاد أم أنه استطاع النجاة؟ والإجابة على هذا السؤال دعونا نرى ما تقوله المصادر التاريخية حول نهاية السيد علي بن إفرينوس. إفرينوس أوغلو أليبي هو أحد أبناء السيد إفرينوس السبعة، وأبرزهم على الإطلاق إلى جانب أخيه عيسى. شارك السيد علي بالعديد من الحروب والغزوات خلال فترة حكم ثلاث سلاطين عثمانيين، وهم بايزيد الصاعقة ومراد الثاني والسلطان محمد الفاتح. من أبرز هذه المعارك مشاركته في معركة أنقرة سنة 1402، ومشاركته في إخماد التمرد الذي حدث في ألبانيا، ومشاركته في حصار بلغراد سنة 1440 فترة حكم السلطان مراد الثاني والذي انتهى بفشل الحصار. كما شارك السيد علي بن إفرينوس في الحملة التي قادها السلطان محمد على الأفلاق سنة 1462، وأبلى السيد علي بن إفرينوس فيها بلاء حسنا وحقق نجاحات باهرة. ولم تذكر المصادر التاريخية أنه قتل خلال هذه الحملة، بل توفي بعدها. ويتواجد قبره في مدينة ينيجيفاردار اليونانية، والتي كانت تتبع للدولة العثمانية سابقا. لكن ربما يقوم كتاب مسلسل السلطان محمد الفاتح بالخروج عن النص التاريخي، ونشاهد نهاية السيد علي بن إفرينوس على يد فلاد. والحلقات القادمة هي من ستظهر كل شيء لنا إن شاء الله عز وجل.